السلام عليكم. النهاردة معانا وصفة حلوة جدا، مش كل البيوت بتعملها، وهي الخبيزة. معايا حزمتين خبيزة زي ما انتم شايفين. الورق بتاعها بيبقى عامل زي الوردات كده، وعلى حزمتين الخبيزة حزمتين سلق، يعني كل حزمة خبيزة عليها حزمة سلق. وهجيب عليهم حزمتين كزبرة خضراء، بس أنا بعت أدم أجيبهم عشان أنا ما عنديش. بقطف الخبيزة كده. بصوا، هي الورقة بتاعتها عاملة زي الوردة بالظبط، وهنقطف السلق زي ما بنقطفه للقلقاس بالظبط. اهو، هناخد الورق بس. جربوا بقى الخبيزة على طريقتي، وان شاء الله الفيديو ده ينول اعجابكم. ادي ورق السلق وادي ورق الخبيزة، هقطفه كله وهغسله وهوريه لكم. كده انا قطفته كله وغسلته وجايه اوريه لكم. بصوا، الحته دي ما تسيبيهاش فوق زي ما بتسيبي للملوخيه. انا سبت الورقه دي كده عشان اوريها لكم. يعني الحته دي وانت بتقطفي اكيد ممكن تيجي معاكي، بس شيليها. تمام. هنيجي هنا هنقول ان ده ورق السلق اهو. وطبعا اوريكم انا الخبيزه، ودي الكزبره الخضراء. بعت ادم جاب لي حزمتين وقطفتهم، وده الورق اللي طلع من حزمتين الكزبره. انتوا عارفين الحزمه ما فيهاش حاجه اصلا اهو. طبعا لازم يكون ناشف جدا عشان اللي انا هعمله. يعني انا غسلت وصفيت تصفيه جيده ما فيهاش اي ميه، حطيتها في الصينيه. وادي المصفى اهي اللي انا كنت مصفيه فيها، ودي الكزبره الخضراء. يعني كله كده هحطه على بعضه: الخبيزه، السلق، الكزبره الخضراء. ناس كتير بتسلق الخبيزة بتضربها في الخلاط، لكن أنا لأ. هقول لكم، جدتي الله يرحمها كانت بتستخدم المخرطة. خرط ودوق أحلى خبيزة من التخريطة بتاعت المخرطة ديت. مش هنخرطها التخريطة الناعمة شوية بتاعت الملوخية، هتكون خشنة شوية، وهوريها لكم فيما هو آت. كده خلاص، كفاية. أنا خرطت، شايفين؟ لما أفضيها هوريها لكم أوضح. شايفين؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وصفة الخبيزة النهاردة حلوة قوي، وإن شاء الله تنول إعجابكم وتعملوها. دي من الأكلات الطيبة، أكلات بتشتهر بيها دايما الأرياف. بنزل كده اللي على المخرطة زي ما انتم شايفين. وهفضيها في الطبق، هوريها لكم بوضوح. شايفين؟ ما تكونش ناعمة قوي، يعني تعمليها خشنة شوية عن تخريط الملوخية. ريحتها حلوة قوي. سلق، خبيزة، كزبرة خضراء. يجعل صناكو خضراء يا رب. الكيسين دول انا جففتهم من الخبيزه زي اللي خرطتها بالظبط، يعني برضو. وعملتها بنفس طريقه الملوخيه الخضراء المجففه. طلعوا لي كيسين. حطيت ميه دافيه وعليهم ربع معلقه كربوناتو، ودوبتهم في قوام الحنه، بقت عامله زي قوام الحنه بالظبط. وطلعوا معايا كيسين كده، وهشيلهم عشان لما نشتاق لها نعملها ان شاء الله. تعالوا بقى عشان ننفذ اللي احنا خرطناها مع بعض. برضو اللي في الأكياس ديت متخرطة نفس الطريقة، بس أنا جففتها زي انتوا ما شفتوا. تجفيفة الملوخية بالظبط. كيس الرز دوت خدت منه حبة الرز دول، بيدوها قوام حلو قوي. سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، وهتعجبكم جدا. معايا أنا هنا الشوربة دي، خدت كمية الشوربة اللي أنا هعمل فيها الخبيزة. بس لازم يكون معايا شوربة زي اللي في الكزرولة دي إضافة. لو أنا احتجت هحط، ما تكونش عشان ما تطلعش مني صيصة، ما زودش يعني. هحتاج هحط. حطيت حبة الرز، وأنا بقى توم بحبة ملح بس. هاخد معلقة توم، هحطها زي ما انتم شايفين كده على الشوربة. توم وملح بس مدقوق، وهقلب زي ما انتم شايفين كده. وما تنسوش حبة الشوربة دول يكونوا، لو احتجتي لو طلعت تقيلة زيادة هتقللي، مش كده خلاص هتشيليها. حطيتها على النار زي ما انتم شايفين كده، وهقلبها. اختبر كده الرز استوى ولا لا. هتحس ان الرز فشر كده معاكي، يعني اتنفخ كده، استوى بمعنى اصح. انا بشوفه بين صوابعي، لقيت ان هو بسم الله ما شاء الله استوى.
هنبتدي هنا نقول بسم الله ما شاء الله وننزل بالخبيزة. هنقول بسم الله ونبتدي ننزل بيها كده. شايفين خضرها ما أروعه، ريحتها حلوة قوي، سلقة وخبيزة وكزبرة خضرة، بسم الله ما شاء الله. وهنقلب على نار هادية كل دوت. ما تغليهاش زي الملوخية، ما بتتغليش يعني، يا دوب تشوفيها كده. بصي هتبتدي تقوم خلاص. شايفين قوامها؟ بسم الله ما شاء الله. حبة الرز اداها قوام محترم. خلاص انا نزلتها، حطيت سمنة بس مش كتير لان الشوربة دسمة قوي لانها شوربة فراخ. وهبتدي انزل ببقية التوم المدقوق، توم وملح بس. هنقلب حلو قوي كده لحد ما توصل للون النحاسي اللي احنا عايزينه. لون التوم يبقى نحاسي كده. وهبتدي انزل بمعلقة كزبرة ناشفة، وشمي احلى روايح. شوفي لون التوم في الاخر هيبقى عامل ازاي. وصفة بسيطة وسهلة قوي 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 قوي، وعلى قد ما هي سهلة على قد ما هي جميلة. وجربي كده تعملي الخبيزة ان انت تخرطي كل مكوناتها، وهتدعيلي ان انت ما عملتيش كده قبل كده. سلق ايه وضربة في الخلاط ايه، جربي كده زي ما انا عملت وخرطي المكونات كلها، والله هتدعيلي عليها. كده خلاص التوم وصل للون اللي احنا عايزينه. هنطشها بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ونقلب وناخد كده زي ما بنعمل مع الملوخية، ناخد من الخبيزة على الطاسة وننزل بقية التوم. وكده خلصت معانا. وتعالوا بقى ايه نغرفها مع بعض. دول حبة الشوربة فضيتهم في كيس، ما استخدمتهمش، هرفعهم على الفريزر. حرام ما بنرميش حاجة، نعمل بيهم ملوخية، نعمل بيهم أي حاجة. هنقلب بقى وتعالوا شوفوا القوام بتاع الخبيزة. شايفين؟ ما شاء الله. لا هي مية يعني مية ولا فيها غلطة. أظن شكلها بيقول هي إيه. هنجيب الطبق بتاعنا ونقول بسم الله وتعالوا نغرفها بقى مع بعض. طبعا أنا عملتها على شوربة فراخ، بتبقى حلوة قوي لما تكون الشوربة دسمة. شوفوا قوام الخبيزة، بسم الله ما شاء الله. لو هتعمليها على شوربة لحمة دسمة هتطلعي اللحمة برضو وهتحمريها زي أنا ما حمرت الفراخ، هتشوفوها في الآخر. أهي من الأكلات الحلوة قوي 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 اللي نادر لما حد بيعملها. جربيها بوصفة المخرطة كده، هتدعيلي وتقوليلي أنا غلطانة إني ما عملتش كده من زمان. تعالوا بقى شوفوا القوام. اللهم بارك اللهم بارك. هتبقى رغيف محمص كده، وخدي كلي وادعي الهالة على وصفة الخبيزة ديت. شايفين القوام؟ اللهم بارك. طعم وريحة ولون وقوام وما فيهاش غلطة. اللهم بارك اللهم بارك. تسلم ايديا. وبتمنى ان الفيديو تنفذوه ويعجبكم، وان شاء الله انا واثقة ان هو هيعجبكم. شايفين؟ شايفين؟ تتحدث عن نفسها، مش محتاجة حاجة ان احنا نشكر فيها، هي باينة. وطبعا حمرت معاها، كنت سلقة فرخة كانت دسمة شوية. ونتقابل على كل خير، ونفذوا الوصفة وإن شاء الله تنول إعجابكم. ونتقابل في كل جديد وفيديوهات جاية كتير جدا على خير. مع السلامة.